السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم اللي هي عباره عن السردين المعلب اللي كتكون بواحد الطريقه سهله واقتصاديه، وكذلك عندها واحد المنافع كثيره. كذلك الا جربتوها غادي تستغناو انكم تشريو يعني هذاك الشيء ديال المعلبات، غادي تبقاو تصاوبوها ريوسكم في الدار. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه. ندوزو دابا للمكونات ديال الوصفه. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال الوصفه ديال اليوم، عندي هنايا كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت المائده وزيت البلديه، وعندي هنايا نص كاس ديال الخل. بالنسبه للتوابل عندي الملحه على حسب الذوق، وعندي هنايا معلقه ديال القزبور ومعلقه ديال الكمون ونص معلقه ديال البزار. عندي هنايا تقريبا 2 معالق كبار ديال مركز الطماطم. اللي سبق لي درت لها شويه ديال الماء خلطتها بها. بالنسبه للسردين يعني كنغسلوه عادي وكنحيدوا له داك السلسول ديالو من الداخل وكنقيوه، كيكون هكا راه واجد. نبداو دابا على بركه الله. بالنسبه لي انا جبت هنايا الطنجره ديال الضغط فين غنطيب. عندي هنايا غادي ندير الزيت ديال المكونات كامله، الخل، نديرو التوابل كامله، مركز الطماطم. بالنسبه اللي ما بغاش يدير هاد يعني مركز ديال الطماطم بلا ما يديرها، يعني اكتفي غير بالزيت، او الا بغيتي تدخلي معاه الخضره، حتى الخضره كتجي مزيانه، خيزو، بطاطا، يعني كلشي ممكن اي حاجه عندك متوفره ديريها معاه كيجي مزيان. نخلطو مزيان. بالنسبه ليا بعد ما خلطت المكونات كامله دابا غادي نستف السردين، يعني غادي ندير وحده. بالنسبه لهاد الطريقه راه كتجي رائعه، يعني ما ملي غتجربيها غادي تستغني انك تبقاي تقلي سردين يعني. وبالنسبه ليها عندها واحد الفوائد كثيره احسن من هذاك المقلي، كتجي بنينه ومزيانه، وكذلك يعني كيطيب بديك الطريقه انه كيبقى فيه داك الفيتامين ديالو وداك الشيء، كتجي مزيانه. ولا بغيتي تدخلي فيها يعني ديري الخضار ولا هذا كتجي مزيانه حتى هي. دابا غادي نستفو السردين كامل اللي عندنا. تقريبا انا عندي هنايا كيلو. بالنسبه للطياب راه ما كياخذش الوقت بزاف، تقريبا شي 10 دقائق تيكون واجد وسريع. يعني انا بالنسبه لي هذه هي الطريقه اللي كنديرها. الاغلبيه ما كنقليش بزاف، قليل فاش كنقلي، الاغلبيه كندير غير هاد الطريقه. دابا غادي نديرو بحال هكا. دابا غادي نخليه واحد شويه، نديرو فوق واحد النار اللي كتكون متوسطه، وغادي نخليه تقريبا غير نحس به يتشحر واحد شويه، وغادي نسد عليه الكوكوط وغندير له نار مهيله وغنخليه تقريبا 10 دقائق وها هو واجد. كذلك غادي نزيد عليها تقريبا واحد المعلقه ديال الزعتر، يعني الزعتر كيعطي واحد المذاق رائع، نسيت ما قدمتوش لكم في الاول. دابا غادي نزيد عليها هاد المعلقه ديال الزعتر، يعني غادي نحكو غير ما بين يديا بحال هكا، راه كيعطي فيه واحد المذاق رائع الزعتر. دابا ونردو يطيب. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم، اللي هو عباره عن سردين بطريقه ديال السرد المعلب، اللي كتكون بواحد الطريقه اللي هي سهله. كنتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم وتشاركوا في القناه باش ديما يبقى وصلكم جديد.